عمرك فكرت ايه اللي ممكن يحصل لو السلالم المتحركة ما كانش فيها الحاجات دي؟ او ليه دايما السير اللي بتحط عليه ايدك بيجري اسرع من السلالم نفسها؟ طب تعرف ان في طريقة سرية تقدر من خلالها تعرف لو الطريق السريع اللي سايق عليه ممكن يتحول لمهبط طائرات؟ تعالى هقولك على كل الحاجات دي واكتر واحنا بنستكشف بعض الحاجات اللي بنشوفها خلال اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل كده وانت سايق على الطريق وفجأة تلاقي طيارة وزنها حوالي 700 ألف باوند وطولها 231 قدم تلاقيها جاية تهبط وراك. الموضوع شكله من فيلم بس ده ممكن يحصل بجد خصوصا في حالات الطوارئ. عشان كده ركز معايا يمكن المرة الجاية تلاحظ العلامات دي وانت على الطريق. اللي بيحصل ان في طرق معينة مصممة تشتغل كأنها مهبط طائرات خصوصا في المناطق البعيدة عن عربيات الطوارئ واللي بيكون صعب انها توصل لها. في 29 دولة حول العالم بتستخدم النظام ده بشكل رسمي، بس في 3 علامات لو شفتهم اعرف انك ماشي على مهبط طائرات متخفي. اول علامة وهي لو كنت ماشي في طريق متعرج وفجأة لقيته بقى طريق مستقيم تماما. تاني حاجة لو الحاجز اللي في النص اتبدل بخط مرسوم فلات على الارض. التالتة لو لقيت أماكن انتظار ضخمة على الجنب، دي بتكون بتاعة الطائرات. لو شفت التلات علامات دول اعرف انك فعلا على مهبط طائرات. في سنغافورة بيعملوا تدريبات عسكرية عشان يحولوا الطرق لمهابط طائرات. في سنة 2016 خلال 48 ساعة بس حولوا ميل ونص من الطريق السريع لمهبط شغال، وفيه برج تحكم كمان. شالوا أعمدة الإنارة والإشارات وكل حاجة ممكن تعطل هبوط الطيارة. وبما إننا بنتكلم عن الطريق فأكيد شفت لافتات السرعة اللي أرقامها غريبة زي 16 و23 ونص. والارقام دي، الارقام اللي من النوع دي مش بتكون عشوائيه خالص، بالعكس الدراسات بتقول ان الناس بتاخد الموضوع ده بجد جدا. والرقم الغريب بيشد انتباه السواق وبيخليه يفكر ان الرقم ده معمول عشان سبب معين. كمان في لافتات مكتوبه بطريقه غريبه علشان تشد الانتباه، زي لافتة في الهند مكتوب عليها لو نمت عيلتك هتعيط، أو في اسكتلندا لافتة مكتوب عليها تحذير بطريقة درامية. كل ده بيكون عشان السواق يركز وياخد باله. نسيبنا بقى من الطريق وننتقل لمكان تاني. شفت قبل كده الفتحات الصغيرة اللي على باب الأسانسير؟ لو ما لاحظتش قبل كده لازم تاخد بالك علشان ممكن الفتحات دي تنقذ حياتك في وقت من الأوقات. حوالي 1 من كل 100 ألف رحلة بالأسانسير بيحصل فيها عطل، 20% منهم بيكون في ناس محبوسة جواه. الفتحات الصغيرة دي بتكون في الحقيقة هي مكان لمفتاح خاص بيفتح الباب من بره. المفتاح ده غريب، بيكون ليه طرف بينزل وبيتحرك جوه العمود وبيفتح الباب. لو الأسانسير عطلان في الدور نفسه بيتفتح على طول، لكن لو عطلان بين دورين فرق الإنقاذ ممكن تنزل الأسانسير يدوي للدور اللي تحته ويفتح الباب. بينقذوا الناس من فتحة الطوارئ اللي في السقف، أو بيستخدموا سلالم وأحزمة لو مفيش فتحة. بعض شركات الأسانسير بتقول إن الفتحات دي بتبوظ الشكل وبيفضلوا ما يحطوهاش، وبيقولوا لو حصلت أزمة حقيقية الطوارئ أحسن يكسروا الباب وخلاص. طيب بعيدا عن الأسانسير نرجع للسلالم المتحركة. لاحظت إن السير اللي بتحط عليه إيدك بيتحرك أسرع شوية من السلالم؟ دي مش غلطة في التصميم، دي حاجة مقصودة جدا. لما تطلع على السلم رجلك بتتحرك لقدام بسرعة وجسمك لسه ثابت، فالسير بيسحبك شوية عشان توازن نفسك. عشان كده بيكون أسرع بنسبة بسيطة، حوالي 2% من السلم نفسه. لو ركزت كمان هتلاقي إن في فتحات صغيرة في درجات السلم. الحاجات دي مش ديكور، دي معمولة عشان تمنع رجلك أو لبسك من إنه يتسحب ويتقطع، وكمان عشان تمنع أي حاجة تدخل بين الدرجات وهم بيتقفلوا في الآخر. وفي نهاية السلم في حاجة شبه المشط بتقفل مع الفتحات دي عشان تمنع دخول أي حاجة. طيب بعد ما ركبنا الأسانسير ونزلنا على السلم المتحرك ندخل بقى للسوبر ماركت. عارف إن الأرضية اللي في السوبر ماركت الكبير بتكون مصممة بطريقة تخليك تمشي أبطأ أو أسرع. في دراسة أثبتت إن لما الخطوط على الأرض تكون قريبة من بعض بتحس إن الممر طويل فبتبطأ مشيتك، ولما بتكون متفرقة
فبتسرع مشيتك أكتر، فبيتحكموا في خطواتك عشان تبص أكتر على المنتجات. عندك كمان الألوان بيتم استخدامها بشكل نفسي. اللون الأزرق مثلا بيحسسك بالهدوء والثقة، وده ليه علاقة بالسماء والمية، وده السبب إنك تلاقي اللون الأزرق في لوجوهات البنوك والتطبيقات. عندك في اليابان واسكتلندا لما ركبوا أنوار زرقاء في الشوارع، معدلات الجريمة قلت بشكل ملحوظ، لأن الضوء الأزرق بيخلي المخ يفتكر إن الدنيا نهار، فبيخلي الناس تصحصح وتقل تصرفاتها الغلط. وفي السجون استخدموا لون بينك معين اسمه بيكر ميلر بينك، لقوا إنه بيهدي السجناء وبيقلل العدوانية بتاعتهم. أما في ديزني استخدموا لون أخضر ممل جدا اسمه جو أواي جرين، عشان يخبوا بيه الأماكن اللي مش عايزين الزوار يركزوا فيها، زي صناديق الزبالة والخلفيات. في إشارات المرور مثلا اختاروا اللون الأحمر لأنه بيوصل أبعد في النهار من غير ما لونه يبهت، والأصفر للانتقال، والأخضر عكس الأحمر على دائرة الألوان، فما فيش خلط. بكده نكون خلصنا جولتنا في الحاجات اليومية اللي محدش كان عارف ليها هدف. قول لنا في التعليقات ايه أكتر حاجة فاجأتك، ولو تعرف حاجة تانية قول لنا عليها.